تعالي اقولك سر البانيه بتاع المطاعم اللي بيطلع كده طري من جوه ومقرمش من بره وبدون طعم بصل وبدون بيض. معلقه واحده بس هي السر اللي هتظبط معاكي طعم الوصفه كلها. ومش هنحط لا كمون ولا فلفل اسود ولا كل الكلام ده، هي معلقه واحده من التوابل دي. وبالرغم من بساطه الخلطه لكن مش ممكن البانيه يفك منك ابدا، وهتلاقي البانيه طعم تاني خالص زي المطاعم بالظبط. كل اللي داق البانيه عندي بجد حلف بيه وفضل يقولوا لي الطريقه لدرجه ان لما بروح بيوت اخواتي يقولوا لي انت اللي هتعملي البانيه، محدش غيرك هيدخل المطبخ ويعمل البانيه. وفعلا بعمله بالطريقه دي، وقررت بقى اوريكم كده الطريقه. هي سهله على فكره وبسيطه، وبالرغم من السهوله بتاعت الطريقه لكن بيطلع معاكي بجد ممتاز وحلو جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالتفاصيل. وعلى فكرة التفاصيل والطريقة اهم من المكونات، يعني ركزي كده في الخطوات عشان الخطوات اهم من اي حاجة. اول حاجة ان التوابل اللي انا هستخدمها، بس مش هستخدم معاها لا ملح ولا فلفل ولا كمون، توابل اسمها توابل الارز البرياني من شيفي. انا جربت توابل كتير ودي احلى توابل. البانيه طبعا بعد ما هغسله هحط عليه التوابل على طول، ومعاهم معلقة زبادي. الكمية اللي معايا دي ما بين نص وربع كيلو، وهحط معاهم كمان معلقة زيت كبيرة. وبدأت بقى اقلب كده، وهتصدقوني هتشوفوا طعم بانيه تاني جدا وجميل. بس انسي البصل بقى والبيض والكلام ده. معايا طبق الدقيق بعفر فيه البانيه، وبعد كده طبق المية، وبعد كده طبق البقسماط. وانا بحب استخدم البقسماط ساده خالص على فكره، مفيهوش اي طعم ولا اي توابل. البقسماط اللي هو الريتش بيه. المكونات سهله وبسيطه خالص من غير بقى التتبيل بالبصل ولا الفلفل الاسود، كمان البيض. وزي ما انت شايفه لازم ادوس كويس عليها في البقسماط عشان ما يفكش الطبقه دي منها، ما تفكش، دي اهم. انا عايزه اقول لكم ان انا كمان بستغني عن خطوه الميه والدقيق، وبيطلع نفس الطعم. يعني باخده من الخلطه على البقسماط على طول بس، وبلغي خطوة المية والدقيق وبيطلع نفس الطعم. بس الدقيق والمية لو انت خايفة الخلطة تقع منك، دي خطوة اختيارية يعني كده. وكمان برضو بتزود حجم البانيه شوية، يعني بتعمل طبقة كده زيادة في البانيه. خلال بقى ما الزيت هيسخن معاكي على النار، هتحطيه على العين اللي هي التانية الوسط. تمام، شايفين؟ مش العين الكبيرة خالص ومش العين الصغيرة خالص، وهتخليها عالية خالص مش هتوطي. البانيه في الفترة دي انا كنت حاطاه في الفريزر ينشأ، يعني يتشمع كده والطبقة اللي بره تمسك اكتر. واحيانا برضو بستغنى عن الخطوة دي، لكن دي خطوة برضو مهمة لو خايفة الطبقة تفك منك، او لو انت بتعاني ان طبقة البانيه اللي بره بتفك وبتقشر. فالخطوة دي برضو مهمة انك تحطيه في الفريزر يتشمع 10 دقايق كده. طبعا ده اول بانيه حطيته في الزيت، زي ما انتم شايفين اللون جميل. بطلعه بقى بالشوكة عادي، بصوا بخبطه اهو، ولا الطبقه تقع ولا اي حاجه. اهم حاجه انك هتطلعي على مصفى او حاجه كده شبك واسعه علشان خاطر يتهوى وما يتكتمش ويطرى معاكي، عشان يفضل ايه يعني الطبق. شايفين بقى البقسماط ده لازم اخده واصفيه. انا خدته من الطاسه اهو، صفيته حطيته في طبق تاني ورجعته تاني. لو هتفضلي تقلي في نفس البقسماط هيتحرق، والبانيه بتاعك طبعا لونه هيغمق ومش هيبقى حلو. تاخديه في طبق خارجي كده تصفيه وترجعيه الزيت تاني. وادي الجزء التاني برضو كنت سايباه في الفريزر لحد ما الاولاني يتقلي، وانت طلعته من الفريزر ودخلته اهو في الزيت تاني. انسي بقى ان البانيه يفك، انسي خلطات اللي هي البصل ونحط مش عارفه ايه ونحط ايه والبيض، انسي كل ده. اعملي الخطوات دي سهل جدا، هيطلع معاكي والله العظيم تحفه وجميل. اقسم لي بالله ان اي حد ضاقه عجبه جدا البانيه ده. عندي بقى كده من في البيت كده يعني بيعشقوا البانيه اللي انا بعمله. لو لسه متابعاني اعملي لايك واشتراك للقناه، وان شاء الله كل الوصفات هتبقى اقتصاديه وسهله وبسيطه. شايفين بقى الطبقه اهي بوريها لكم ناشفه وجميله. اللون بقى بتتحكمي فيه، لون البانيه اللي انت عايزاه غامق شويه فاتح شويه، تتحكمي فيه براحتك في التسويه. لازم البانيه تقفي قدامه، ما ينفعش تسيبي الطاسه كده وتمشي. بصوا بقى دي الاخيره دي انا سبت الطاسه ومشيت، كنت بكلم ولادي فاتاخرت عليها شويه اتلسعت. بصوا بقى البانيه طالع عامل ازاي،
جميل جدا وتحفة